السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا ومشاهدينا الكرام بالمغرب وخارج أرض الوطن في هذه الإطلالة الجديدة، واللي نتمنى تكون إطلالة تروق وتلبي انتظارات الجماهير الكريمة اللي كنا هضرنا معهم وقلنا لهم واحد الحلقة غتكون فيها المرميطة كما عودناكم بهذه اللهجة وبهذه الطريقة هذه عامرة وفيها الكثير ما يقال. قبل ذلك نهاية أسبوع موفقة للجميع، نتمنى تكونوا في أفضل الأحوال داخل أرض الوطن وخارج بلدنا الحبيب، ونستهل محور حلقتنا دائما بالصلاة والسلام على البشير النذير، على السراج المنير، محمد الرحمة المهداة للكون البشري جماعة. نحمد الله ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عذرون على الصوت، كاين واحد الرشح، كاين واحد النزله، يعني بان لي بحال فيروس كيتسارى. شفى الله وعافى الجميع، نتمنى الصوت يوصلكم بخير وعلى خير، وغنحاولوا نمشيو دائما في اطار الشكل اللي ولينا كندوزو به مع الجمهور الكريم. غنطريتو نتهدنوا وغنقول لكم شدوا الاحزمه، شدوا معنا لا سانتور وقادوها، لان هذه الحلقه هذه حلقه للتاريخ وحلقه مهمه. من خلالها غادي نمشيو مع الخرجه ديال رئيس الجامعه اللي كانت البارح محور البلاطوهات ديال الجيران والمحور ديال البلاطوهات في اللي على بالكم اللي مهتمين بالنجمه الثانيه للمغرب، في حيث يتواجد مقر الكاف، واللي من خلالها فوزي القجع وعد المغاربه. وحين يتكلم فوزي القجع وهو الذي صمت اكثر من 70 يوم وخرج باش يقول بان غتكون مرافعه القرن، مرافعه القرن في المغربي، الحجوج بحال اللي قال السي محمد عاطير الكوميدي الصديق ديالنا، صديق الرياضيين وصديق ديال الجميع اللي كنعرفوه باللكنه البدويه ديالو الاصيله التمغربيه الحره، الحجوج او الحجاج. وقال فوزي القجع فيما نسب اليه في هذه الخرجه اللي كانت قويه جدا وهي اول خرجه، وغادي تعقبها الخرجه ديال ولدنا اشرف حكيمي، يعني وقت الخروج، وقت الهجوم اليوم، او الوسيله ديال الدفاع الجميله او المفضله هي الهجوم. فقال بان حجج دامغه، حجج دامغه غتكون مع المغرب. وهنا غادي نذكر ما قلته هذه تقريبا واحد 9 ايام، نهار الخميس اللي كان خرج صاديو، اللي هو عندهم صاديو ماني وعندهم صاديو كاي وصاديو ساي، المحامي ديالهم، اللي قال بانه خاص المغاربه يتمرنوا على المحاماه باش يترافعوا، وارتكب خطا العمر ديالو، ارتكب جرم في حق السنغالي، لانه قال له باش تجبد حنش قحم المغرب في هذه الدائره ديال الصراع اللي كان ربما خصو يمشي يدعي الكاف، فولا جار المغرب داير الجامعه، قحمها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وعطى القجع وعطى المغرب وعطى لنا كاملين الشرعيه باش نتواجهوا مع السنغال. وهذا ما سميته بانه براقش جنت على اهلها، وبالدارجه قلب على جوا منجل وقلب على خلادار عشو، على خلادار ما بغيتش نقول لك نكملوها من عندكم. قبل ما نمشي لهذا المحور ديال هذه الحلقه هذه، الفواصل اللي كتروق الجمهور الكريم، لانه تكلم القجع وغيتكلم الكابيتان. هذه 70 يوم وحنا ساكتين، يعني على المستوى ديال المسؤولين صحاب هذا الملف اللي جراوه بطريقتهم الخاصه، وعندهم الحق في وقتاش يخرجوا. سمعت شي وحدين البارح تيحلوا علاش عاد دابا خرج، وعلاش دابا واش غتصادروا رئيس مسؤول، رئيس الجامعه اللي عارف التايمينغ ديال اسباب الخروج ووقت الخروج وغتصلح له نتايا. ما بغيتش ندوي، راكم عارفين من اعني. وبالتالي كاين البعض لبس اللون السنغالي يوم امس وقال كيفاش بان القجع كيزيد يهيج علينا، والقجع تيقول لهم عندنا الحجاج وعندنا تسجيلات، واش من حقه؟ بالله عليكم، واش هذا دكاري سنغالي ولا معانا؟ واش معانا ولا مع غانا؟ واياك اعني، البرقيه مفهومه. المهم ولدنا اشرف حكيمي البارح دار واحد البودكاست جميل جدا، واحد الخرجه شتا مع صاحبه كيليان مبابي، اللي كنزيد ناكد لكم غيجتمعوا هو وياه في ريال مدريد عما قريب بمشيئه السميع العليم. استحضروا الذكريات الجميله اللي جمعتهم في لاكوب دي موند في قطر، وقالوا بانهم كينتظروا تجمعهم ذكريات اجمل في المونديال ديال الميريكان. وكل واحد هضر على الانتماء ديالو، علاش مبابي اختار فرنسا وما اختارش الكامرون. وحاكمي قال لي شوف، يومين 3 ايام مع الصبر اليوم بان لي العربون ما دقش البنه ديال الليدان، ما بانش ليا ومشيت دقتها مع المغرب، يعني على سبيل المجازي، يعني ذاك التعبير اللي كيحيل بانني لقيت راسي مع المغاربه وارتحيت. وجاه برقيه البناء المهجر من اصحاب الجنسيه المزدوجه، قال له حرفت بوك لا يغلبوك، بلادكم عسل كما كيقولوا، عسل كيقولوا قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس. وعذرونا على بعض احيانا تخوننا الاستذكار والاستحضار ديال هذه الامثله. ثم ولدنا اشرف حكيمي غادي يهضر، لما سولوا قال له واحد يعني واش الا خديتو كاس افريقيا بهذه الطريقه هذه بالقلم غيعجبك الحال؟ قال له حكيمي غتكون زوينه، واخا ما كتستحقوش، واخا ما كنستحقوه، واخا ما ربحتوش كثير، ربحناه في التيران. وكيفاش كاس افريقيا غيكون حلو وزوين وبنين وجميل؟ تحيه لاشرف حكيمي اللي زدنا واحد التبزيره، لانه في الملخص سولوا السائل قال له ما رايك اشرف حكيمي لو فزتوا بهذه الطريقه؟ قال له غتكون اجمل تتويج ولو بهذه الطريقه، لانك تكافئ
الفريق اللي احترم الفير بلاي والروح الرياضيه. ترقبوا معنا واحد الحلقه يوم غد بمشيئه السميع العليم على المغرب غينظم كاس افريقيا للامم 2028، ومن خلالها غنتوجه واحد 3 ديال السكان ديال واحد المناطق، طنجه عندكم فين تشفيو الغليل وماشي تكفروا، تنفسوا على الشمته اللي شمتوكم اللي على بالكم. والسكان ديال اكادير اللي مشاو في واحد الماتش ديال الافتتاح تعقلوا عليه مع جنوب افريقيا، عندكم ايضا المناسبه ومن يدري بلاد الشرطه، السلطه كدور البزيم دغيا تيجيب هاد الناس عاوتاني وعا السكان ديال العاصمه الرباط اللي كانوا ساندوا باسم طاوا او اللي على بالكم، فهادو غادي يكون عندهم المجال بمشيئه السميع العليم. كسبنا تجربه، كسبنا خبره، قال له شمت، قال له عرفتك، غيكون عندنا المجال بمشيئه الله تعالى. كاس افريقيا غنديو النجيمه الثانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم قبل لا كوب دي موند ولا مور لا كوب دي موند، والثالثه نديوها في 28، والرابعه الا كتب السميع العليم حتى 29 نضموها لي 30، ما عندناش مشكل، ولكن بشرط نتفاسروا على هذه والتفاره هذه والدخل هي وال10 ديال المليار للحساب. الحلقه دائما ما كنأطرها ونحددها في 21 دقيقه، ولكن الفصل الثالث اللي بقى قبل ما نمشي للطاس وسويسرا وما خفي كان اعظم، الاسرار ديال الخرجه ديال القجع، عش الضبابير اللي دارت يدو فيها السينيغال، المرافعه اللي غيدير المغرب مرافعه القرن اللي غادي يكون سبب خراب الكره السينيغاليه، سبب الخراب ديال الكره السينيغاليه اللي جنات على راسها من خلال المونتاج اللي دارت فرنسا. واحد الشركه تحالفت معها السينيغال مشهوره بالافلام والمونتاج، تحالف مع فرنسا، دور الاعلام الفرنسي، الندوه الصحفيه اللي دارت السينيغال في فرنسا، والمظلوميه والطاباج ميدياتيك. غنفهموا علاش سانتي اونا كتهضر على الركراكي والاستقاله، غنفهموا علاش داك مولينا خرج، هنا غنفهموا الكثير من الاشياء اللي غادي تبان قدامنا وكتعرى بالتدريج. الملح المغربي يعني راه بلا ما تبقاو تعاودوا ولا تاخذكم شي كمره تيخافوا من هذه القضيه. البعض تيقول لي ما تبقاش تكره، والله الا تيخافوا، علاش ما نقولهاش بلعض الشرفه معلم، كاينش غرام ديال المشكل ما كتعجبش البعض هاد القصه ديال غرامه المشكل، والله الا كيوحل في الركابي وما كتدور الدوره حتى كيبان. فقلت البعض كان سولني على محمد وهبي، غندير لكم حلقات عليه. محمد وهبي راه فعلا هذوك صحاب جمجم اللي جمجموا للعدو، العدو هو السينيغال باش نكونوا واضحين كرويا، بغينا نهضروا في الكره، اللي جمجموا للسينيغال راه مهددين بالمونديال. راه خرج عندنا تيرغالين قال لنا اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، اعتراف بلسانه، خرج بن الصغير، خرج قشطه، خرج شادي رياض، خرج السيباري. لاحظتوا واحد القضيه، السيباري تيرغالين وبشادي رياض هادو ثلاثه كاينين، مازال قشطه هادو علاش ما لعبهمش. هنا كيبرز بانه السيد ما معاش الملاغه. دخلوا معايا الصف، ما تدخلوش الصف بان لكم العربون، كاين اللي اعتذر، كاين اللي قال لك السموحات، كاين اللي قال الصفح، انا معاهم مع الصفح، ولكن السيد مقبل شغله، ما كاينش الضحك، ما كاينش الملاغه. هذا قميص ديال الفريق الوطني، وكنعاود ناكدها، اللي جمجم للسينيغال خصو يكون معنا من رجال. راه كاين العناوي تفرق على الجبهه ديالو صاحبي، المايو ديالو تلطخ، هو ماشي تلطخ يعني دمخ مضمخون بالدماء، الدماء ديال الشرف والقتال على القميص. وحنا راك شنو دازت علينا داك الليله بالشيوه وكيفاش جينا وما تعشيناش ولا غد ليه قهوه كحله وما الى ذلك. وبالتالي انا مع الصفح، ولكن على الصعيد الكره السيد مقبل شغله، السيد مسؤول شكون اللي غيطلع في الباطو وشكون اللي ما غيطلع شيء بناء على الكره والمعايير. واحد القصه ما بين ابراهيم او عفوا ما بين حكيمي وابراهيم وما بين حكيمي وجاسم. الناس كتقرا علاش حكيمي ما بانش مع ابراهيم في الصوره وتلاقاو كيتصور معاه وبان مع جاسم، واش حكيمي بدل ابراهيم بجاسم، واش حكيمي دار الكونيكسيون بينه وبين جاسم، وعلاش عنقو وعلاش فرح معاه وعلاش دار معاه، واش غاضب من ابراهيم على شي حاجه. اجتهادات ابراهيم وحكيمي سمن على عسل، وجاسم وابراهيم غيكونوا ثنائي اللي غياكل لي زادفيرسير ديال ليكيب ناسيونال ان شاء الله الرحمن الرحيم في ملاعب امريكا. ثقوا بنا والامور بخير وعلى خير، ما تبقاوش توقفوا عند ويل للمصلين. حكيمي اللعابه اللي جاوت ليكيب ناسيونال كاع بوسطاو مع التصاور، علاش؟ القبطان، العميد، القائد، الليدر اللي عنده دور كبير واللي وجه برقيه لايوب بوعدي، قال له لا بغيتي تجي للبلاد اجي تذوق البنه. البنه ديالاش؟ ديال الدغميره، ما غتلقاش الدغميره والله، ما الدغميره ولا درتيها بالفروج الفرنساوي عاد كتجي واحد البنه فيها جميله جدا، خاصه الا كنت شي رفيسه على تركه في شي شتويه. كانوا منعونا في ذاك الليالي ديال شهر 11، دابا لا جابتهم الدوره غتجي الماتش مع فرنسا غيجي في الصيف. انا غنعاود ناكد لكم، المغرب والجابون متبعين الكره هما الاحصنه السوداء والحصانان السوداوان الاسودان الكاس العالم ديال الميريكان. ارى لنا دابا المرافعه ديال القرن وشنو واقع. الخرجه ديال فوزي القجع رئيس الجامعه المنسوبه ليه مع هاد المواقع المحترمه اللي كنقدروها، اكد بان المغرب غادي يمشي للطاس وغيقدم مرافعه القرن بحجج دامغه، غادي يستند لتقرير الحكم، غيستند الى مبدا الانسحاب اللي ثابت وموثق بالبانورامي من الفوق ومن التحت ومن الجناب. المنتخب الوحيد اللي بقى في الملعب بعد ضربه جزاء ديال الحكم نضاله
اللي هو من الكونغو هو المنتخب اللي كان تيرتضي اللون الابيض اللي هو الفريق الوطني، لا حس ولا خبر لاصحاب اللون الاخضر. اذا الانسحاب مقرر مثبت. واش نضاله دار تقرير وعاود داو التقرير غنشرحوها للجمهور. الحرب اللي فتحت على نفسها السنغال، الجبهه اللي فتحت كثير من الجبهات تتهم الحاكم بالتزوير ديال التقرير او انه دار تقرير جديد بفضل التدخلات خصها تاكد وتثبت والا غتودي. المغرب شنو هو المرافعه اللي غيستند عليها؟ هي اللي كنا تنقول لكم شحال هذه، وتنقول لكم اللي زرب على ضربته فاللي رداب بواحد الشهر ولا شهرين زرب عليها خليها تمشي على نار مهيله. المغرب ملي مشى للمحكمه الابتدائيه او قررت لجنه التاديب داخل الكاف ما هضرش على السنغال، هضرنا ما بغينا عقاب ما بغينا والو، بغينا جوج حوايج: نثبتوا الانسحاب ونثبتوا بان العقوبات اللي تسلطت على الصباري وعلى اللاعب حكيمي مبالغ فيها، وداك اللي راه مصور ديال الكواري 500 600 مليون بزاف. الحبه والبارود من دارنا لا، بالتالي من الحيث نطلقوا لينا سي باتريس لا، بالتالي حيد العقوبات وحيد السورسي وحيد الفوطه اللي كانت كتسوى 100 مليون ولات في الصلب ما كتسوى لا ريال لا جوج، الفوطه ديال مندي راكم عارفين، وعطانا الانسحاب. لاحقا غنمشيو غادي يكون تقرير اخر عند لجنه الاستئناف، تقرير ديال جون جاك نضال. علاش تبدل؟ واش تبدل؟ السيد ما بدلوش، وحتى لا بدلو هو الزور. اذا هنا كتهموا السنغال وغيدافع على راسو وغيثبت بان السنغال مشات معاه في اتهامات اللي غتودي عليها. وعلاش غير التقرير؟ واش غيروا؟ لم يغير. شنو ضاف ليه؟ ضاف ليه منين طلبات منه لجنه الاستئناف اللي كترأسها نيجيريا، ماشي اللجنه ديال الماشطه المصري اللي ناب على عثمان كان السنغالي، اكد لي بانني ما نهيتش المباراه لانني كانت عندي القناعه ثابته راسخه بان السنغال انسحبت، ولكن ما نهيتش المباراه. انا كنعترف واقر وكنقر بانني ما نهيتهاش. علاش؟ تلقيت تعليمات فوقيه من مسؤولين وليت خدموا طيعوا من عند رئيس لجنه الحكام اللي غتعيط ليه الطاس، والمغرب غيطالب في التدخل ديال الطاس. علاش عطيتيه؟ غيشرحوا الابعاد. قرار احترازي. قبل ما نمشي للدفعات ناكد لكم بان السنغال جنات على راسها منين قحمت اسم المغرب. كانت بان الطايف هي والكاف بوحدهم، اتهم الكاف، اتهم مسؤولين الكاف، الشبهات الكاف. حنا ما نزكيو حتى واحد، لا يوجد في القنافذ املس. منين هضرت على المغرب والجامعه عطاتنا الشرعيه باش نمشيو للطاس كطرف منافع انتيمي، دخلنا كطرف من حقنا دابا الحجه بالحجه، وعندنا الحوايج اللي غنديروها في الملف ديالها اللي ما غنكشفوش عليها، واللي عطى فوزي القجع اشارات كبيره. تقرير الحكم والمندوب ديال المباراه ومجاهد المصري والكوميسير اللي كان والشهود، عندنا 800 شاهد في 800 كاميرا. كاينه كاميرا عنكبوتيه، كاين حوايج اللي كانت في الكولوار، التواجد ديال داك غراب الشؤم اللي زنزن لساديو ماني اش كيدير في الملعب، الحوايج اللي كتثبت قبل وبعد واثناء المباراه بان كانت دابا كتسمعوا داك النيت كدا وهذه اللي كتسجل. هذا فيلم مغربي، فيلم مشوق غيبقى للتاريخ ويحدث واحد الانعطافه كبيره في تاريخ كره القدم العالميه. تنظيفها من الطحاليب، من التعاليب، من المستنقعات، سميها كي بغيتي. غادي يكون المغرب سبب في جعل قرار غير مسبوق في تاريخ كره القدم العالميه. واش تجريد اللقب؟ قاري تجريد. علاش؟ باش تنتصر المواثيق، والا غادي نكونوا بصدد شرعنه الفوضى والبلطجه والابتزاز. ايضا هاد السنغاليين اتهمونا بالابتزاز الدبلوماسي، خلطوا العرارم، جعلوا هذوك الموقوفين محاكمين محاكمه عادله وفق ادبيات وفق مسلكيات وفق قانون سيادي، جعلوها باننا كنصفوا حساب. اليوم الا تبعتوا معنا بحال اللي قلت لكم في الملعب ديال الاليونز اللي كان ديال لايوفي في توران، راك شفتوا كيفاش اقتحموا الملعب. عطاونا الشرعيه باننا هذوك اللي حكمنا منها، اللي حرقوا الورقه النقديه واللي دار داك الفعل المشينه في المركب ديال مولاي الحسن، ما بقيتش بغيت نعاودها نزولا عند الرغبه ديال الجماهير المغربيه واخواننا اللي كندخلوا البيوت ديالهم. عندنا الشرعيه هادو. قالت الميريكان اللي صدقات يعني عاقت استفدت، غتخلص 15000 دولار الا بغيتي تهبط تقلع الغاز ولا تصور معاه. غادي بغيتي تطلع المدرجات وتزيرتي تقام عليك تزيره ب 15000 دولار. لا غنى على مسكين مالك. بغيتي تقطع ورقه نقديه قطع دولار اسيدي وتخلص عليه 15000 دولار. بالتالي عطاونا الشرعيه. زائد المصريين البلاغ ديالهم اللي جا وكان بلاغ لطيف جدا، بلاغ مهادن معامل مع الصبليون. نقولوا بان الهتاف ما قبلوش، ولكن حنا مسلمين وحتى واحد ما يمثلنا الدين الحنيف ديالنا. تفاجات كيفاش كملوا الماتش رغم الهتافات اللي كانت، وتفاجات بان لامين يامال قال لكم كان بامكاني نخرج ونمشي بحالي. لامين يامال مغربي وكينتمي للمنتخب الاسباني، وبان عليه ندم شديد بانه حمل واحد القميص اللي ما كيشعرش من خلاله بالانتماء. ما طولش بزاف وبدا تيشعر بانه زرب، واللي زربوا راكم عارفوا زلقوا جاو على كفاهم. نبقاو في المرافعه ديال القرن اللي غيدير فوزي القجع، فهو هضر على تسجيلات وهضر على توثيق وهضر على حجج دامغه. اليوم حنا غنمشيو ضربه بضربه، ما غنكشفوش الاوراق ديالنا، ولكن المعطيات اللي عندنا كلها شنو كتقول؟ بان السنغال جنات على راسها كرويا، لان السنغال ما غتمشيش في الطرح الاستعجالي. نتحداهم، عندهم 20 يوم
قول لهم يمشيو يطالبوا بالمسطره الاستعجاليه ويقولوا بغينا نفصلوا في هذا الملف. اليوم اللي مسجل كيحتل المرتبه الثامنه عالميا هو المغرب، اللي عنده الاحصاء ديال 35 ماتش ما خسرش في الفيفا هو المغرب، فيها 30 ماتش وخمسه اللي لعب سكيتيو في البطوله العربيه، اللي عنده او 29 ماتش وسته في البطوله العربيه اللي تحت لواء الفيفا، اللي منضم وكتعطيه السيت ديال الكاف، واخر هيئه اللي كتصدر الاحكام الغير قابله للنقد داخل الكاف منتصر هو المغرب. بالتالي حنا ما مطالبينش بالاستعجال، هما اللي خصهم يستعجلوا باش ياخذوا. اما الكاس عندهم وعشرات المليار خداوها، غتصوروا معاها، غتعتبر في كاميرا خفيه، غتردوها. علاش؟ لان كاينه واحد المده، كاين لوائح كتنص على ان واحد الكاس الاوريجينال كترجع للاتحاد القطري بشويه. ملي ترجعوها لهم ونطالبوا باستلامها حنا، لان الكاف خصها تعطيها لنا تتحكم بها الطاس، دارت اجي خذوها من عندنا، ما كاينش مشكل. تصور مع كوليبالي ولا يتصور مع ماني ولا يتصور مع هذاك بابيغاي، ما عندناش مشكل. بالتالي الكويس غترجع لينا. ايضا من خلال الحوايج اللي غيلح عليها المغرب، من خلال تاكيد الانسحاب اللي هو مثبت. علاش نضاله دار تقرير وما عاودش تقرير؟ نضاله قال لهم بانني تلقيت التعليمات من اجل اكمال المباراه. علاش؟ الناس اللي عندها السلطه من فوق مني في المنصه ديال المقصوره الشرفيه وشافت الامور وقدرت جسامه الفعل الهمجي اللي كان في المدرجات، ردة الفعل اللي كانت توحي وتنبئ بانفجار برميل بارود وعدم تقدير الحوايج اللي تقدر تكون لو ان ضربات الجزاء تسجل، فكان لازم بانني ما ننهيش الماتش، لان الاحداث وصلت واحد درجه الغليان. نضال كياكد راه كان في الغازول تحت، الناس اللي الفوق شافوا، قال لي انا غير تحت، وشعرت بخوف شديد بان يقدر يكون ضرام وانفلات. علاش؟ لان داك 3000 اللي كانت تما والطريقه باش درمات وضربات بالبرزات، بان هناك تقدر تكون دراما وماساه كارثيه. بالتالي هذاك اللجنه الفوقاني ديال سافاري تا هو غيدافع على راسو. واش زورتي؟ لا. واش ضغط عليك القجع؟ واش ضغطوا عليك الكولاسه بحال لا. انا بحكم السلطه التقديريه المخوله الي، فانا اشرت الى الحكم جون جاك ندالا باش ما يديرش لو سيف لي فينال. علاش؟ لان كاين ناس مستوى عالي، مسؤولين سياسيين، لا روميز خصها تعطى. الا اعلنت الانسحاب هذوك راه غيخسروا لنا لا روميز. المغرب غيدي التيتر والاخرين ما غيجيوش، وغتولي كارثه عظمى على مستوى تسليم الميداليات والجوائز. مادام المغرب كنعرفوا الاباء ديالو، حتى لا جات فيه المغرب وصلت فيه للعظم ما غيديرش بحال الاخرين. علاش؟ دابا كيتسالوا الاخرين علاش تسلمنا الميداليات والجوائز؟ حيت حنا عندنا العرس في دارنا، ومول العرس دائما ومول المعرض ومول القاعه واخا تجي فيه ما كيبغيش يخسر العرس ديال ولده، ولا العرس اللي مقيوم عليه بالشيء الفلاني كيدوزها، ولكن الحساب صابون من بعد. هذا هو الخلاف اللي خلى البعض تيقول لك وانتم اعترفتوا بحال اللي شفت واحد كيحلل المغرب اعترف وتسلم الجوائز والميداليه الفضيه. هذاك بروتوكول شكلي العامر المسقي هو اللي كاين دابا، هذاك خصنا ندوزوها، لان كاينه ناس من عاليه القوم تتابع، وكاين الناس اللي تفرجت من الهند ومن السند. ما نخسروش العرس ديالنا بلادنا، ولكن قال له غادي طوال ويعجبك، وهي هذه اللي حتى حاليا. والمغرب هو بطل افريقيا. ايضا المغرب من حقه غيطالب بواحد الشهود، 800 كاميرا اللي كاينه اللي كتفلتري الصوت، حوايج اللي وقعات ما بين بابتياو والناس اللي على برا خارج الحدود، الحوايج اللي دار بابتياو وعلى السينغال خبرات الجمهور ديالها اجيو الاكدال حنا راه جايين مع الوحده. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى كنقول لكم هذه البلاد ديال الشرفه وزاويه، ولعلك في كل ما تشر وحاريه تجد ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى. هما كانوا كيتوقعوا بانهم غيجيو الاكدال وغيجيو الجمهور ديالهم والجاليه ديالهم وغيوقع اصطدام لسوء حظهم. شنو وقع؟ ولحسن حظنا هو كان فعلا الحضور ديال ابناء الجاليه السنغاليه وابناء جاليه افريقيه. انتم اللي خبرتوا مع شحال غنجيو الاكدال عبر البوراق، ولكن المغاربه ضبطوا النفس. هنا كتبرز بان الحسن النيه ديالنا كانت، والناس اللي كانوا في اكدال ايضا سلموا الفيديوهات بانهم دازوا وما تسوقوا لا للسنغال ولا هم يحزنوا بل الجاليه ديال السنغاليه هي اللي كانت حاضره في لاكار ديال الاكدال. هنا كتبرز سوء النيه ديال السنغاليين. نعاود نخبرها لكم، كاين التوثيق، كاين ما يشهد، كاين ما يثبت بانه ملي غتقلع السنغال من طنجه كانت غتجي سري مري حسي مسي. لا، ها مع شحال غنوصلوا للرباط، ها مع شحال، ومن بعد تيقول لك راه لقينا الفوضى. واجي حسي مسي ودوز في البروتوكول وفي الكورتيج وتمشي مع الخفر وتدخل لوطيل. علاش درتي هاد الضجه؟ باش كانوا كيقلبوا على انه غتوقع التحامات وحوايج سلكات لهم دازت ما كيفاش خطوا ليها ومشات. لاحقا غادي يكون هناك اشياء اللي غادي يطلب المغرب، غيعيط الكولينا، نقدروا نعيطوا للجاني انفانتينو يشهد، نقدروا نعطروا باتريس موتسيبي. هاد الناس واخا ما يبغيوش يشهدوا حنا غنطلبوهم كاطراف، غادي نهضروا مع المجتمع الدولي بالتنزيل الفصل 84 و82. ملي كتخرج وتكيتي ما كتحتاجش 15 دقيقه، 15 دقيقه كتبدا ملي كتكون الكارت عطل بك ولا ما خرجتيش من الفيستير ولا اش بقيتي كدير في الفيستير. دخلتي للتيران وخرجتي 10 20 ثانيه يصفر ما يصفرش،
انت في حكم المنسحب رسميا في الشكل والمضمون. مسائل اخرى نتحفظ عليها، قلبوا على جوا منجل، قلبوا على خضر العش كما اقول دائما. والسنغال ما غتاخذ لا ميداليه فضيه لسوء الحظ ان مصر هي المستفيد، غتطلع البوديوم من مور 2010 ما عمرهم طلعوا، غيصعب عليه باش يطلعوا البوديوم، غيطلعوا باش ياخذوا البرونزيه بفضل المغرب اللي غادي يطلب بان السنغال خصها يطبق في حقها الفاصل 51 ولا 59 باش ما تشاركش جوج نسخ، وغيتجرد ساديو ماني من جائزه افضل لاعب لان العقوبه من جنس العمل، والمغرب غيدي عشرات المليار والكويس والميداليه الذهبيه، والوصيف غيكونوا هما النيجيريين اللي دايرين خدمه نقيه على صعيد الكواليس. اليوم ما نعطيكم شي حوايج اللي كتجرى، راكم شفتوا اساموا ولا هو السكرتير ديال الفيفا ادامو اللي هو من نيجيريا، اما جوبينيك مرشح باش يدخل المكتب التنفيذي في الانتخابات الجايه، الرئيسه اللي حكمت في لجنه الاستئناف في نيجيريا، وسيروا لقيوا هاد الخيوط وقولوا عاوتاني راه كاينه تحالف مغربي نيجيري. تيطعنوا في الشرعيه ديال معز الناصري ديال التونسي، عنده الحق رئيس الاتحاد السنغالي، والا كنتنا حتى حنا نطعنوا في تواجد موسى كان او عثمان كان في اللجنه التاديبيه. قلبوا على مشكل كبير، قلبوا على جوا منجل، عندنا اشياء تبرز بان هاد الناس هادو عيطوا لواحد الشركه فرنسيه 3 دقائق اللي غنزيد معكم، داروا في المونتاج، مشاو تعاقدوا مع واحد الشركه اعلاميه فرنسيه. حنا في الوقت اللي كانوا تيمشيو عند المؤثرين اجيو صوروا لنا المركب وصوروا لنا المجمع وصوروا لنا هادي، فهم مشاو لعبوا لعب كبير، ولكن هذه حجتهم ضعيفه. عاد غتفهموا علاش كان تيخرج داك سانتي اون تيقول لك الركراكي استقل ما استقلش. حنا يلاه سالينا نهار 18 نهار 19 خارج كيقولوا لنا الاستقاله الهاونه، واش نمشيو مع الكوطي التقني ولا نمشيو مع الكوطي اللي غندافعوا على طرحنا؟ بانوا بان الفرنساويين كانوا مشغولين بينا، سمحوا لي عطل ماشي حاجه كاين ديال الضوء. وبان ايضا بانه داك مولينا اللي خرج وكيدير داك المرافعه وباننا كدا والمغرب خسر، بان داك الشيء مبرمج، فتعاقدوا مع شركه فرنسيه دارت واحد الخطاب ديال المظلوميه، بغات تروجوا في العالم بان السنغال طرف يعني مظلوم ومغبون، والمغرب او القجع مستولي على لاكاف ومستولي على الفيفا. وداك الخطاب اللي كان تيقولوا داك ساديو فال بان بانه كان غير كيعرض داك الشيء اللي موجه مع واحد الشركه فرنسيه، بحال شي فيلم بحال شي مونتاج مديول. وهذا اللي قال له تحزمات هادي بهادي، فاللي كيتسلح بشي واحد بعيد عليه. انا بوحدي كندير مرافعه كنديرها صادقه، نابعه من الذات، نابعه من قناعه، نابعه من معطيات ثابته. هما اللي كيمشيو يستاجروا، بحال اللي قلت لهم واحد الاخر الشاعر والغاوون، راه معروف الشعراء والغاوون، هذاك الخرافه غدوز على واحد الناس اللي عندهم قابليه، اللي عندهم استعداد باش يامنوا بخطاب المظلوميه، ولكن الصدق دائما ينفذ، واصحاب الحجه والقانون ولو يتاخروا ولو يبقى بوحدو في معركه، فئه قليله كتربح الفئه الكثيره، عارفين علاش، وسيروا بحثوا وقراوا في التجليات ديال. اما هذه القصه ديال الاعلام الفرنسي والرالي باري داكار وعلاش دارت في فرنسا وعلاش الاحتفال في فرنسا وعلاش ندوي في فرنسا، جايه ايام وغنكشفوا لكم الكثير من الحوايج. كاس افريقيا عرات البعض وسوءات الكثيرون، تعرت وسقطت عنهم اخر اوراق التوت. الصوت كيخوننا، الرشح كيخوننا، ولكن نتمنوا هذا الشيء اللي عطينا يكون وصل للجمهور المغربي. ورافعه القرن غتكون، والقجع تحزم ليهم ولا حليم باس، وحكيمي قال لهم الكاس ديالنا. واش بغيتي بهذه الطريقه حكيمي غير بالايميل جيبوا لي واخا هذاك الليفرور يجيبوا لي ناخذوا على سبيل الدعاء، علاش ديالي واكدوا عليه ديالنا، ندخلوها بهذاك اللي تيقول له اللي على بالكم ما بغيتش ندير لها اشاره، فاهمين؟ فبالتالي خوتنا المغاربه قبلوا لنا على هذه المداخله، عطيناكم غير شويه من الحوايج اللي قال السي فوزي القجع، ملف قوي، مرافعه القرن. عجبتني التدخل ديال حكيمي، كنا ساكتين، دابا هبشونا، دابا عاد تشوفوا خرجه مور خرجه باش نلوحوا لهم شي حوايج اللي غنبرزوا لهم باننا كنا ساكتين، ماشي حيت خايفين، ولكن كيقول له الساكت عن الحق شيطان اخرس، والسكوت احيانا علامه من علامات الرضا، ولكن السكوت احيانا يكون من ذهب. هذا هو الصمت اللي كيكون يسبق العاصفه. ترقبوا العاصفه اللي غتجرف الكره السنغاليه، وستجني الكره السنغاليه على نفسها بعد الخرجه البارزيه المعلومه. وقال له تحزمت بهذاك، فغيعرفوا باي يعني الشكل اللي كانوا يعني جراو على راسهم، باب تعبير صريح. الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.